النهارده بقى هنعمل مع بعض بقى احلى صينيه فراخ في الفرن. يلا شوفوا الفيديو معايا وهيعجبكم جدا جدا جدا. شايفين بقى الجمال والحلاوه؟ الجمال عدى الكلام زي ما بيقولوا. يلا بينا نسمي الله كده ونصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، ونبدا الفيديو بتاعنا ونشوف عملنا ايه النهارده مع بعض. اول حاجه نزلت بقى كده جبت فرخه حلوه كده زي ما انتم شايفين، دي طعمها جميل جدا وشاربه بقى من التتبيله ومن الصلصه وكله، فبتطلع جميله معاكي. يلا كملي معايا الفيديو بقى للاخر وانت هتشوفي بقى احنا عملناها ازاي وهتعجبك جدا. طبعا شايفين انا بحوش بقى في مخيط تحت الجلد كده، بيبقى طبقه رقيقه كده زي الشفاف كده. انا بمسكها انضفها زي ما انتم شايفين، انا قطعتها بقى اهيت، وبمسكها بقى انضفها كويس جدا تحت الحنفيه كده، عشان اما انقعها بقى في الميه والخل والملح والدقيق وعصره ليمونه كده تطلع معايا نضيفه بقى. بعد كده اشطفها تطلع معايا نضيفه، تطلع الحاجة بقى جميلة جدا كده. وتظبطي ايدك كده وانت بتنضفي في الحاجة، طبعا علشان العين بتاكل قبل البق، لازم الحاجة تكون قدامك مرضية للعين علشان تعجب اولادك. وعلى رأي المثل يقول لك ايه، اللي يسود ما يزود، يعني الحاجة اللي تبوظ منك الحاجة ما بتزودش في حاجة. احنا ماشيين على التكنيك دي من يومها زي ما انتم شايفين اهو. بنضف بقى، وطبعا احنا عندنا في التنظيف بنمسك الاول ننضف وبعد كده نفرك بدقيق ونشيطها على البوتاجاز وبعد كده نفتحها برضو بدقيق. كله كده. في ناس بقى بتنضف من غير دقيق ومن غير تشيط على النار وكده، لا احنا ما نعرفش ناكل الاكل لازم يشيط على النار عشان يبقى فيه شعر رفيع كده، فلازم النار تحروقه كده ما يبقاش في اي حاجه. زي ما انتم شايفين بتطلع الحاجه معاكي نظيفه وجميله جدا اهوت. انا مسكت اللي وراك قطعتها ليه بقى؟ علشان هنا اللي وراك هي اللي فيها اللحم فهي اللي كبيره، فانا قلت عشان ما الصدر ما يستواش قبل الورك، فمسكت بقى الورك اللي قطعته العرضيه لوحدها والدبوس لوحده، وسبت الصدر زي ما هو علشان كله كده يستوي مع بعضه. وفعلا من زي ما انا عملت بسم الله ما شاء الله كلها استوت مع بعض عضها كده، وكانت دايبه بقى دوب بجد والله اهوت. يعني لازم الاول كده، يعني انا جبت اليوم من اوله مسكتها الاول نضفتها وفركتها وشيطتها على النار وفتحتها وبعد كده غسلتها ونقعتها بقى على ما خلصت بقى اللي ورايا. يعني جبت بقى البصل والثوم قشرته والبطاطس، وبعد كده بدأت بقى ان انا اقفل في الوصفة بتاعتي علشان تطلع جميلة كده زي ما انتم شايفين. هتشوفوا بقى الشكل النهائي حاجة كده بسم الله ما شاء الله اللهم بارك يا رب، مرضية للعين. زي ما انتم شايفين بقى اهوت. يلا بقى كده كله يصلي على النبي كده واحنا قاعدين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. طبعا الذكر كده بالله والاستغفار بسم الله ما شاء الله حاجه كده جميله جدا ومرضيه كده للنفس، وتخلي اليوم معاك كله بركه كده، وبتخلصي الحاجه معاك بسرعه. واخلص بقى اللي ورايا وامسك بقى شطب المطبخ عشان اما اطلع من المطبخ وانا مولعه على الاكل بقى يبقى خلصت كل حاجه، يبقى انا طالعه من المطبخ وموريش بقى اي حاجه. ولعت على الاكل وشطبت المطبخ، يبقى كده ما وريش حاجه بقى اما نيجي بقى يتغدوا او يتعشوا يبقى الاكل جاهز معايا، وتبقى كل حاجه كده تمام التمام. واخدين بالكم معايا؟ وقولوا لي بقى النهارده في الكومنتات ايه رايكم بقى في الفيديو، لو كان الفيديو عجبكم ولا لا. فمستنيه بقى كومنتاتكم الجميله وارائكم الحلوه كده. وكل بقى اللي شاف الفيديو وبيعمل بقى بالطريقه بتاعتي ديت اللي هو بينظف ويشيط وكده، يقول لي بقى في الكومنتات ان كان بيعمل بقى الطريقه دي ولا ما بيعملهاش، وان هي الافضل بالنسبه له طريقه التشييط، او ان انت بتنضفيها كده وبعد كده بتغسليها على طول من غير ما تشيطيها وتفركيها وكده، يعني من غير ما تشيطيها على النار بدقيق وكده. وممكن برضو لو ما عندكيش دقيق بتسيبيها لغايه ما تنشف كده، يعني تقلبي الفرخه كده تسيبها شويه لغايه ما تنشف وبعد كده تشيطها معاكي على النار. يعني معاكي الحالتين، لو عندك دقيق هتعمليها بدقيق على طول بعد ما تخلصي على طول التريش وتشيطيها على النار. ما عندكيش بتسيبيها قيمه مثلا 5 دقايق على ما تنشف من الجنبين، وبعد كده بتشيطيها بيكون بقى الريش نشف كده والفرخه نشفت معاكي، فالريش بيظهر بقى كده الرفيع وبيشيط معاكي على النار. طريقه برضو سهله وبسيطه وجميل. قولوا بقى في الكومنتات بتعملوا انهي طريقه في دول. طبعا كالعاده اما بنيجي بقى نخلص طبخ وكده بتكون بقى الكهرباء قطعه، فانا بقى جبت
توم زي ما انتم شايفين بقى، هنا توم وكزبره وفلفل اسمر